طيب في الدرس اللي فات عرفنا إيه هي الأسئلة أو الحاجات المهمة اللي أنت محتاج إنك تعرفها تسألها لنفسك قبل ما تيجي عايز تبدأ في أي بروكر، وتعرف إجاباتها إزاي وتقدر تسيرش عليها إزاي وتعرف البروكر ده مين أصحابه وهو موجود فين والكلام ده كله. ارجع للدرس اللي فات لو أنت ما شفتوش. والنهارده في الدرس ده هنبدأ نعرف مع بعض إيه هي الهيئات التنظيمية أو الهيئات الرقابية اللي المفروض إن أنت تكون عارفها، واللي المفروض إن البروكر ده لو هو بروكر كبير هيكون تابع ليها عشان نقدر نضمن الفلوس بتاعتنا مع الوسيط ده. فيلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا على طول بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور خالد البربري من دورة تعليم تداول الفوركس للمبتدئين. طيب هنبدأ نعرف مع بعض ايه هي الهيئات الرقابية المالية دي. يعني ايه هيئة رقابية او هيئة مالية او هيئات تنظيمية؟ دي عبارة عن هيئات عالمية، ماشي، تعتبر واحدة من عوامل الأمان اللي أنت بتبحث عنها كمتداول في سوق الفوركس لما تيجي تختار شركة وساطة تبدأ معاها. ليه بقى؟ لأن أنت عندك سوق الفوركس ده سوق مش مركزي، فملوش موقع معين، ملوش مكان معين، ملوش جهة واحدة هي المسؤولة عنه. فبالتالي كان لازم يحصل إن يتعمل منظومات أو هيئات معينة أو كيانات رسمية أو غير رسمية تنظم وتراقب المنظومة دي أو الشغل ده، وتراقب شركات الوساطة دي. ليه؟ عشان تحافظ على الفلوس بتاعة المستثمرين. حلو. فواحدة من أهم المعايير بالنسبة ليك كمتداول لما تيجي تختار شركة وساطة هو الحالة التشريعية، يعني الحالة القانونية للشركة دي أو الرقابية ليها. مين الهيئات الرقابية اللي هي تابعة ليها الوسيط ده أو البروكر اللي أنا هشتغل معاه ده؟ هل هو مراقب ومرخص من هيئات معروفة وعالمية، ولا من هيئات أي كلام ومش معروفة وهكذا؟ ليه؟ لأن أنا عندي أنواع من الهيئات التنظيمية دي. في هيئات ذات مصداقية عالية بالنسبة لي، يعني هيئات لما ألاقي أو أعرف إن البروكر ده مرخص من هيئة التراخيص مثلا الفلانية، لا ده ترخيص قوي. وهنعرف ليه هو اسمه ترخيص قوي أصلا، يعني هنعرف ايه المعايير اللي محطوطة عشان نعرف ان الترخيص ده فعلا البروكر اللي يبقى واخد الترخيص ده يبقى بروكر كويس. وايه التراخيص اللي اي كلام وتحت السلم اللي احنا بنسميها اوف شور. يعني لما تيجي تدور كده تلاقي مكتوب اوف شور ريجوليشن، يعني تراخيص بيسموها مكاتب الختم المطاطي، ده المصطلح ده يعني. او هيئات اي كلام، هيئات غير ملهاش مصداقيه، ملهاش سلطات قضائيه بتتابع هيئات التراخيص دي. تمام. ايه حاجات او ايه محددات العمل بتاعه هيئات الرقابه العالميه دي؟ اول حاجه هي بتراقب وتنظم وتشرف على الشركات المدرجه في الهيئه. تبص في الشكاوى المقدمه من العملاء، يعني لو انت عندك مشكله مع شركه والشركه مش راضيه تحل معاك المشكله دي وانت ليك حق فيها، بترجع لمين؟ ترجع تشتكي في هيئه الرقابه الماليه اللي الشركه دي تابعه ليها، ماشي. وطبعا يدوا حل فيها، او لو انت ليك فلوس بتاخدها وهكذا. ودي حاجه انا شخصيا مجربها قبل كده. العمل على فرض اجراءات عقابيه، ماشي، للمخالفين. يعني لو في بروكر حصل معاه مشكله ومش راضي يديلك حقك، او البروكر ده عمل مشكله مع العملاء او عايز يقفل او كذا، هم يعملوا ايه؟ يفرضوا عليه عقوبات طبعا وياخدوا منه فلوس عشان يعوضوا العملاء دول، ماشي. ويحط طبعا قواعد، كل بقى هيئه بتحط قواعد معينه بتنص بقى على انواع المتداولين، جنسياتهم منين، من دول ايه. كل منظومه ليها اساسيات معينه، برضو بتحط اساسيات للبروكر ده، طريقه شغله عامله ازاي، هل هو اي بوك ولا بي بوك. لازم طبعا هيئه الترخيص تبقى عارفه الكلام ده كله، وتبقى عارفه راس المال وعدد العملاء. وكل شهر او كل 3 شهور على حسب هيئه التنظيم بتعمل جورنالينج كده، بتعمل تفاصيل لكل العملاء اللي موجودين داخل هذا البروكر، بكل تفاصيلهم، برؤوس مالهم، باللي بيحصل معاهم ايه، البروكر بيتعامل معاهم ازاي، كل حاجه بتحصل عشان يفضل الترخيص ده مستمر وما يتشالش من البروكر ده. طيب انا دلوقتي عشان ابدا اعرف ايه هي هيئات التراخيص اللي موجوده في العالم، احنا عندنا دي قائمه باهم هيئات الرقابه الماليه اللي موجوده في العالم. في منها القوي زي ما قلنا، في منها اللي هو مجرد ما انت بتبقى بتعرف ان انت تابع للهيئه دي، فانت كده بتتكلم في مستوى صرامه عالي جدا يعني، والبروكر ده محترم جدا. وفي هيئات اي كلام وممكن اعملها وانا في البيت قاعد هنا عادي ب 1000 دولار وب 5000 دولار، اعمل تراخيص واعمل ورق واعمل ويب سايت وابقى ملكت بروكر وانا قاعد مكاني هنا بعمل لك الدرس ده عادي جدا، ماشي. اقوى او من اقوى
الهيئات في العالم، الهيئات اللي ليها علاقة بالولايات المتحدة أو الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني معروفة كده الولايات المتحدة الأمريكية، بعديها اليابان. دول من أكتر الهيئات الرقابية الصارمة واللي ليها يعني محددات أو معايير مهمة جدا. يعني مثلا مثال، مفيش في أمريكا واحد غير أمريكي ينفع يدخل شركة شركة فوركس، فليها معايير معينة. مثلا لو انت تابع للترخيص الياباني فانت لازم يبقى فيه نسبة معينة من راس المال لازم يتحط الأول كعميل. وطبعا كأصلا شركة وساطة عشان تاخد الترخيص ده، الشركات مثلا او الهيئات اللي هي مثلا في امريكا او في اليابان بتفرض راس مال يتم ايداعه بشكل مبدئي من البروكر فين؟ في بنك في البلد دي. يعني عشان اخد الترخيص الامريكي مثلا لازم اودع ارقام بالملايين كده، ده ايداع كده مبدئيا افتح بيهم حساب. وفي كمان هيئات بتطلب ان يبقى فيه زي باك اب، حساب باك اب زي تأمين، يعني المبلغ مثلا ملايين من الدولارات، 10 مليون 20 مليون، كل بقى كل هيئة تراخيص بتطلب رقم معين يتحط كصورة تأمين لفلوس العملاء. فدي لما بروكر يروح ياخد ترخيص ويدفع فيه الارقام دي، اكيد مش بيبقى نيته ان هو يروح يعمل ينصب بتاع، لان الفلوس دي هتحجز عليها ومش هياخدها، فيبقى هو الخسران يعني. فهمنا؟ فمن هنا بتيجي قوة وصرامة الهيئات الرقابية المالية. فلو احنا عايزين نرتب كده ونعرف اقوى الهيئات الرقابيه، الهيئات الرقابيه اللي موجوده في العالم، فبنتكلم في ان انت من اقواهم ال NFA اللي موجوده في امريكا والسي اف تي سي. تمام. طيب يليهم اليابان، فين اليابان؟ يليهم اليابان FSA. خد بالك بقى من الاختصارات دي لان انت هتلاقيها مشتركه. يعني انت عندك مثلا اليابان اللي هي واحده من اقوى الهيئات اختصارها FSA. في نفس الوقت عندك سانت فينسنت دي جزر كده تقريبا برضو FSA، ودي من اضعف الهيئات الرقابيه الاوف شور اللي موجوده، اللي ممكن اصلا مبقاش لها اي لازمه. ولما بتلاقي بروكر عامل فيها بس ليها هي، يعني عامل تراخيص مع دي بس او مع حاجات شبهها، لا بتبقى اي كلام. فيبقى عندنا الولايات المتحده دي من الاقوى، واليابان يليهم المملكه المتحده FCA، واستراليا. وبالنسبه لنا هنا في الوطن العربي برضو الهيئه الموجوده في الامارات العربيه المتحده. ماشي. دي من اكبر واهم الهيئات الرقابيه اللي موجوده في العالم. طبعا عندنا سايبرس اللي هي سايسك، برضو دي قويه شويه اهي بتاعت قبرص. ماشي. وعندنا سنغافوره وهونج كونج ونيوزيلندا، دول من اهم الهيئات الرقابيه. يعني لما تلاقي بقى بروكر معاه مجموعه من الهيئات الرقابيه دي، تعرف ان هو بروكر كبير وما تبقاش خايف منه وما يبقاش فيه اي مشاكل معاه. طيب في بروكرز تاني او في هيئات رقابيه تاني بتبقى اي كلام او ضعيفه. زي ايه؟ زي مثلا جزر الكيمن دي. جزر الكيمن دي انت عشان تاخد فيها ترخيص كلام فاضي، تدفع فلوس قليله وممكن اصلا ما تبقاش بتدفع. يعني ساعات ما يبقاش فيه معايير معينه هم حاطينها، انت بتدفع مبلغ مالي وتاخد الحاجه دي وخلاص. مش مهم يبقى لك مقر، مش مهم العملاء دول منين، مش مهم الرفعه الماليه اللي انت هتحطها قد ايه، مش مهم تامين، مش مهم اي حاجه. فعندك جزر الكيمن دي، سانت فينسنت برضو دي ضعيفه، كينيا، موريشيوس، ساوث افريكا، كل دول، سيشل، فانواتو، سانت لوسيا، كل دول قدامك اهم، هتلاقي كلهم بقى بكل الاختصارات. كل دي تراخيص ضعيفه. امتى يبقى التراخيص دي كويسه؟ لما يكون انا عندي اصلا البروكر ده معاه تراخيص قويه، يعني مثلا معاه FCA ومعاه اسك بتاع استراليا مثلا ومعاه موريشيوس، مفيش مشكله. هما بيعملوا كده ليه؟ البروكر اللي يبقى معاه تراخيص كتير ده معناه بروكر محترم، معناه ان هو بيفل الجاب بتاعه ايه، ان مثلا زي ما قلنا من شويه ان الولايات المتحده ما بتسمحش بواحد غير امريكي. طب انا راجل عربي هنا اعمل ايه؟ فيروح عامل ترخيص تاني عشان يقدر يفتح في الماركت العربي. طب عايز يفتح في اسيا، يبقى لازم مثلا يبقى عنده استراليا، نيوزيلندا، سنغافوره، فلازم ياخد التراخيص دي عشان يقدر يشتغل مع الناس اللي موجوده هناك. فدي حاجه كويسه، معناه ان هو معاه فلوس وبيصرف وبيدفع وبيكبر في الماركت. دي حاجه تطمنك مش حاجه تخوفك. طب هل انا مثلا عشان انا راجل عايش في مصر او راجل عربي يبقى انا كده كده هيتحط تحت اي اوف شور ريجيليشن بقى، او اي في موريشيوس ولا فينواتو ولا كذا؟ هو بنسبه كبيره البروكر بيعمل كده عشان يديك رفعه ماليه كبيره، وعشان ما تبقاش يعني احنا عندنا هنا في حاجات كتير اوراق وكده بيبقى بيعدوها يعني للناس في الوطن العربي، غير طبعا اوروبا والكلام ده كله.
ولكن هم بيعملوا كده ليه؟ عشان بيبقى فيه ضرايب اقل، ممكن ما يبقاش فيه ضرايب خالص، مش محتاج مكتب حقيقي، مش كذا، مش محتاج ورق كتير انك تقدمه. يعني في مثلا تراخيص بتحتاج ان انت كعميل لازم تقدم بقى مصدر اموالك، حسابك البنكي، مش عارفه كشف حساب مثلا لمعاملاتك لو انت متداول قديم وكتبت انك متداول قديم فتوريني مش عارفه ايه، بيبقى فيه متطلبات كده. فهم بيحطوك على التراخيص دي مش عشان يبخسوا حقك يعني، ولا عشان انت ما بتعرفش تشتكي، ولكن عشان ايه؟ يمشي لك الدنيا يعني. بس هو عنده ترخيص تاني، فدي حاجه كويسه، مفيش اي مشكله. وانت اصلا مش تبقى عارف انت هتحط على ايه، في تريكايه كده تعرفك انت محطوط على انهي ترخيص، لو البروكر عنده ترخيص اكتر، ودي هنعرفها ان شاء الله لما نيجي نشرح مع بعض حاجات في الميتا تريدر. هعرفك التريكايه دي في بعض البروكرز تعرف منها انت على انهي ترخيص، عشان ما يضحكش عليك يقول لك انت تبع الاف سي اي وانت تلاقيك تبع جزيره ام محمد في تحت عند موريشيوس، وتلاقي ان انت ايه مش تابع لاي حاجه يعني. خلاص. طيب لما انا دلوقتي ادخل على الويب سايت بتاع البروكر ده والاقيه كاتب والله ان هو مرخص من اف سي اي واسك ومش عارفه ايه والكلام ده كله، اتاكد منين ان الكلام ده حقيقي؟ ما ممكن كاتب كده وخلاص، اعمل ايه؟ ده بيجي بقى دور مجهود حضرتك. تعمل ايه؟ كل ترخيص من دول لازم يكون مكتوب قدامه جمله كده بالانجلش ورقم 138 مش عارفه كام رقم كده اسمه رقم الترخيص. حضرتك هتاخد الرقم ده كوبي وتروح مثلا انت الاسك دي اللي هي بتاعت استراليا مثلا، فين اسك؟ اهي اسك استراليا، اسمها لجنه الاستثمارات والاوراق الماليه الاستراليه. تمام. تسيرش على الكلام ده كده فين؟ في جوجل. هيطلع لك الويب سايت الرسمي بتاعهم، اسك مثلا ايا كان الاختصار .org .gov اي حاجه تبين ان هو حكومي، هيئه حكوميه. هتخش على الويب سايت ده كده ايه؟ الويب سايت بتاع ايه؟ بتاع هيئه التراخيص دي. وتروح واخد الرقم اللي انت خدته كوبي ده وتسيرش بيه، دور بقى على خانه السيرشنج، تسيرش بيه فيه، هتلاقي راح طالع لك ايه؟ ورقه كبيره كده، العقد، الترخيص، اسم الشركه والزمن التاريخ اللي اتعملت فيه والتفاصيل كل حاجه تخصه، وادي التوقيع وادي الامضاء وادي الختم، وتلاقي كل حاجه موجوده ايه عندك. تمام. ده الطريقه اللي بتتاكد بيها ان ده الترخيص فعلا. الدرس اللي فات كنا بنتكلم على اسم الشركه اهو، هنا برضه هتعرف ميزه الموضوع ده. الشركه لو اسمها اي بي سي، المفروض الترخيص ده هتلاقي مكتوب هنا اي بي سي لاتيتيود مثلا، او اي بي سي دوت كورب اللي هي اسم الشركه. احيانا يقول لك والله ده احنا مرخصين من اسك ومن اسكا ومش من عارفه من سايسك ومن اف سي اي وتراخيص كتير، وتقول له الشركه بقى يقول لك بقى 10 سنين وانت الشركه ما سمعتش عنها اصلا غير من شهر شهرين. طب ده مش منطقي ليه؟ لان انت اصلا الحاجات دي عشان تاخد تراخيصها في تراخيص لازم تاخد وقت. يعني في مثلا الاسكا بتاع دبي، هيئه الاوراق والسلع الماليه في دبي، اعتقد ان انت ما اعرفش ما ينفعش تقدم عليه اصلا غير بعد مده معينه انت موجود في الماركت 6 شهور او سنه او ايا كان، عشان ما اقولش رقم بالظبط انا مش متاكد منه، بس بعد رقم معين وقت معين. فازاي اصلا الشركه ما عدتش الوقت ده وبتقدم؟ بيجي هنا دور ان الشركه بتكون شاريه اسم قديم، فتلاقي ان الترخيص طالع باسم ايه؟ بي دي اكس مثلا، اللي هو اسم تاني خالص. وهنا تعرف بقى ازاي هي واخده الترخيص وهي اصلا لسه شركه جديده. فيعني هي لعبه كده بيعملوها زي ما قلنا في الدرس اللي فات عشان يشيل موضوع القانونيات، او عشان يحصل على تاريخ مزيف يعني، او سمعه مزيفه، او ممكن يكون نيته كويسه وبيكبر نفسه، وممكن بعد فتره يحصل اي مشكله وشكرا ما تعرفش تدور بقى عليه فين. تمام. دي كانت اهم النقط اللي تخص هيئات التراخيص. كده عرفنا ازاي نسيرش عليها، عرفنا ايه التراخيص القويه ايه التراخيص الضعيفه. دي كل التراخيص هي قدامك ماشي بكل الاختصارات بتاعتها. تاخد بالك من موضوع ان الاختصار ممكن يكون مشترك ما بين كذا ترخيص كحروف يعني، فما يتقالكش انا اف اس اي فانت تفتكر ان هو في اليابان، هو يطلع اصلا في جزر ايه سانت فينسنت دي. تمام. كده احنا خلصنا كل ما يخص البروكر. انت دلوقتي جاهز تماما ان انت تقدر تقيم اي بروكر يجي قدامك، تقدر تقيم البروكر المظبوط وكذا. في حاجه بس مهمه ان انت تاخد بالك منها، ان انت تشوف يعني نراجع مع بعض كده مراجعه سريعه. المعايير، الترخيص ونظم العمل خلاص عرفناها، نوع تمرير الصفقات هو اي بوك ولا بي بوك، خدمه العملاء الكلام ده اتكلمنا عنه، منصات التداول ام تي 4 وام تي 5 والكلام ده ماشي، الرفعه الماليه خلاص فهمناها، وسائل السحب والايداع المتاحه عشان دي حاجه مهمه جدا. ما يجيش مثلا يقول لي والله احنا عندنا ايداع بمثلا زين كاش، زين كاش ده اعتقد موجود في العراق باين، وانت راجل في مصر. طب حلو يا عم عندك زين كاش، طب انا عندي هنا فودافون كاش، اودع ازاي؟ مفيش، يبقى ما نعرفش نتصرف. فلازم يكون طرق السحب والايداع ملائمه للبلد اللي حضرتك فيه، يكون بيوفر لك هنا مثلا ايداع محلي، ايداع عن طريق بنك،
ايداع بوات ايفر بقى الطريقه، عملات كريبتو ايا كان الطريقه اللي هو بيوفرها لك، يكون في طريقه ملائمه للبلد اللي حضرتك موجود فيها. ماشي. وطبعا الصكوك الماليه المتوفره، يعني عنده فرايتي يعني عنده كل العملات، ولا عنده يورو دولار و... واسترليني دولار وذهب بس، ولا عنده ذهب وفضه وبلاتين، وعنده البترول بكل مشتقاته، وعنده الغاز، وعنده مش عارفه الاسهم، وعنده شويه حاجات. يعني في بروكرز بتوفر اسهم، في بروكرز بتوفر عملات رقميه كمان. ماشي. في بروكرز بتوفر حتى الكاكاو ده بيتم التداول عليه كسلعه، في بروكرز بتوفر سلع. فطبعا كل ما البروكر يكون عنده صكوك ماليه اكتر وهكذا من اللي انت بتشتغل عليهم، دي طبعا بتكون حاجه كويسه. احنا دلوقتي كده عرفنا كل التفاصيل اللي تخص الموضوع ده. انا ان شاء الله اكون فدتكم يعني، او اكون انتوا خدتوا معلومات تقدر تخليك تفهم كل حاجه ومحدش يضحك عليك بسهوله، وتبقى فاهم وشخص مش حافظ او مش بتتبع اي حد بيقول لك اي معلومه وخلاص. انا يهمني ان انت تطلع من هنا فاهم وتعرف تقيم كل حاجه تخص البروكرز، وطبعا قبليها كل حاجه تخص موضوع الفوركس. ان شاء الله الدروس اللي جايه هتكون بقى بتبدا نتكلم عن تحليل اساسي شويه، التحليل الفني طبعا بكل تفاصيله ان شاء الله. وفي انواع تاني مختلفه من التحليل زي انواع الاوردر فلو وانواع مختلفه تاني ان شاء الله هنقدمها مع بعض. فخليك عامل سبسكرايب او خليك متابعنا على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا بتاعتنا، هتلاقيها كلها موجوده ان شاء الله في الديسكريبشن. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.